والله ما والله ما عادي ما عداك ما كمل تعال هنا. بهذا المشهد بدا هذا الطفل الأسير الذي دفعته ميليشيا الحوثي وصالح لمقاتلة أبناء محافظة مأرب، بدا مرتبكا خائفا بعد أن غسلت الميليشيا الحوثية أفكاره بفكر دخيل وشاذ حين قال إن المقاومة الشعبية والجيش الوطني سيذبحونه، فكان يجزم تارة أنه يحارب داعش وتارة أخرى أمريكا وإسرائيل، لكنه وجد نفسه أمام أبناء جلدته وبلده رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين جاءوا لتحريره والوطن من هذا الفكر العنصري السلالي الخبيث. يا أخي توني قالوا يعسكرون أنا بنادق. أيوة جينا أنا توني من هنيك من عندنا. أيوة زي ما أنا من المعويد. منين؟ من المعويد. ويا المحوج والله لا اسمه قاعد حكم ودول بتصدقوا انتم وانتم تصدقوا الحوثي والله ما هي والله ايش قالوا لكم؟ ايش قالوا لكم؟ ما حد يكلم انا جابر الشيخ بيقول لي جابرنا بهدوء قال بعد لا يا المحوي بيجي ما بيت من الساده ماشي انا بالراجع راجع يلا طلع يلا جابرنا بهدوء. سعلك والله ما حد يكلمك ابدا. انا والله ذبحوني انا لا عليك سعلك من ذي خوفك اني بنذبحك ما حد يذبحك. احنا يمنيين يفجعوك بيقول ذبحونا. لا تخاف لا تخاف سعلك لا تخاف ولا رجعوك احنا اخوانك ما نذبح حد ما نذبح حد لا تخاف لا تخاف وصلت عند اخوانك يا اخي ابعدوا الرباط من عليه. سعلك لا صورني جوا. يفجعوك. موقف مؤلم يحترق القلب لمثله حين يروي هذا الطفل حكاية التحاقه بالميليشيات بحثا عن لقمة العيش غير مدرك ما سيجده أمامه. هذا من محضة نحن. وليس وحده فمثله الكثير ليتبين للشعب اليمني حجم ما وصلت إليها الميليشيات من إفلاس فكري وأخلاقي تروج من خلاله هذه الأفكار والتعبئة المشعلة للأحقاد وتمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. الآن في منطقة ملح وسنتقدم إن شاء الله إلى صنعاء، فالآن باتت ملح آمنة بإذن الله، ونقول الأهالي ائمنوا نحن مقاومون لسنا انتقاميون، فابقوا في بيوتكم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. إذن انتصرت المقاومة الشعبية على الميليشيات الغازية المعتدية لكل شبر من أرض اليمن، وبدأت تطبق الخناق على العاصمة صنعاء في ظل تقدم كبير تحرزه المقاومة الشعبية والجيش الوطني بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح بعدة جبهات، خاصة ما يتعلق بتحرير العاصمة صنعاء، وهي المعركة الكبرى حيث بدأت باتجاه منطقة ملح الشرقية العاصمة صنعاء والسيطرة على منطقة ملح بفرضة نهم، في حين دمرت طائرة التحالف العربي أكثر من 5 أطقم حوثية تدميرا كاملا، واستعادت المقاومة الشعبية عددا آخر من الأطقم بعد فرار ميليشيا الحوثي وصالح من المنطقة والقبض على 7 من ميليشيا الحوثي في جبل الملح والقرود، 3 منهم مصابين تم نقلهم لمدينة مأرب لتلقي العلاج، في حين دفعت قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعزيزات ضخمة قدمت من محافظة مأرب باتجاه فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء يقودها العميد هاشم الأحمر لتطهير محيط فرضة نهم. أما جبهة الجوف فحققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني انتصارا كبيرا باستعادة مواقع عسكرية مهمة وتحرير مساحات واسعة من قبضة الميليشيات الانقلابية شمال شرق الحزم عاصمة المحافظة. وقد تحققت في هذه المعارك انتصارات ساحقة على هذه الجبهات، كان بعمق ما يصل إلى 50 كيلو إلى منطقة البياض، الطريق الإسفلتي الذي يربط بين العقبة، الحزم، خب الشعب وسوق الثلوث، وقد سقطت وطهرت كل مواقع العدو في الهضبة العليا وخليفين والمسياب والعيبتين
وصبرين ومواقع متعددة أخرى. وهذا ما كنا نعد به في الأيام الماضية، إنها سوف تكون هناك مفاجآت لهذا العدو الغاشم، وما هذه إلا خطوة على طريق الانتصار الكامل لأبطال الشرعية في كل الجبهات للوصول إلى صنعاء. المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة الجوف تتقدم باتجاه العاصمة صنعاء من محاور عدة، لا سيما من الناحية الشرقية، وسيطرت على وادي حذراء التابع لمديرية خب والشعف في المحافظة بعد معارك مع الحوثيين وقوات صالح خلفت قتلى وجرحى. المقاتلون هنا يقولون إن معركة كسر العظم بدأت لتضيق الخناق وتقضي على الجرثومة الخبيثة المتمثلة بالمخلوع صالح والحوثي. ياسر هادي، قناة اليمن الفضائية.